ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ الدنيا ما زالت مشتعله. اخر فيديو نزلته لكم عن الديسات بتاعه زياد زوز، هسيب لكم اللينك هنا. ده استكمالا على البيف. ابو الانوار نزل تراك، احنا دلوقتي الساعه 6 الصبح، 6 ونص الصبح. ابو الانوار نزل تراك بهمان بروديوسد باي ليل بابا. انا يعني قلقان عامه. دول 8 دقايق يا جدعان، يعني حد يحط نفسه مكاني 8 دقايق. يعني ربنا يستر، ربنا يستر علينا كلنا. يلا نسمع. قبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك وسبسكرايب. اكتبوا لي في الكومنتس تحت رايكم في التراك قبل ما تسمعوا. ما اعرفش ازاي يعني، بس بصراحه يعني اكيد انتوا سمعتوا التراك فجايين تشوفوا مثلا ريفيو، ولا ما حدش مهتم ولا إيه؟ يلا بينا. هو الارت وورك انا مش فاهم، انا حاسس ان هو بيشتمني، بس تمام يعني. يلا بينا. من البدايه يا اخواتي. مش على الفلوس خالص. الهلس كاننا بنختلف معاك. يا جدعان بلاش موضوع الكتاكيت ده على الفيوم يا جماعه. بجد يا جدعان، بجد انا قلت كده في الفيديو اللي فات، وهقول برضو ده في الفيديو ده. اكتر حاجات بتضحكني عامه في الدسات دي كلها الميمز اللي بتتحط، الستوريز بتاعت الشباب عامه على بعض بتبقى روشه. يعني الناس بجد اللي حابين يستمتعوا كده من بعيد او يتفرجوا على الراب جيم. هو في حاجات هتزعلهم، ان مثلا في سيره اهالي بتتجاب في الموضوع، بس في نفس الوقت في حاجات تانية مضحكه، مثلا الميمز اللي بتتعمل على الحوارات دي كلها. فلا يعني حوار الكتاكيت ده برضو مضحكني. وبالذات يا جدعان لما يجيبوا اصوات لقاءات من بعض، يعني مثلا ابو الانوار يحط لقاء لزوزو وهو بيتكلم، او العكس. الموضوع برضو بيبقى روش. فيلا بينا نبدا. إن باين في النتايج نزلت 2-1 ما جاش والتاني خايب بنعيش مجالكو. ده هنا قصده على واحد ما جاش والتاني خايب، وقصده هنا على ترك وزازا. بس بدايه البيت ملحميه فشخ، والصراحه المزيكا حلوه. ده اللي البابا عامل شغل عالي. أطول من 3 دقايق قولوا لي هاي الفازة فاكر إنها بكترة الدسات. ده اول تراك لزازا فعلا يعدي 3 دقايق بجد. ايه ده؟ واو. انا مش عارف انا ليه مصدوم، بس حلوه بصراحه، حلوه منه. مش راب ولا سكيلز ولا تراب ولا باتلز ولا ايه ده؟ عجبني الفلو ده. يا اسطى احترم سنك وما تقولش اورا تاني قال لك كبيرك يزعل منك. ايه؟ لا ثانيه انا مش فاهم. هو هنا قصده ايه بجد؟ هو هنا قصده ما يقولش اورا عشان اورا بتاع بابلو، فممكن ويجز يزعل من زازا بجد؟ هو قصده كده؟ هي عامه هي قويه فشخ الصراحه، حلوه. اشتريت من صاحبك المقنع يا اسطى ده مش صوت توليت. هو انت يعني انا بضحك، يعني انا مش بضحك عشان حاجه، على قد ما انا بضحك عشان انا متضايق عامه. يعني انت ضحكتني، فكرتني بايام مش احسن حاجه بصراحه. ربنا يسهل له بقى. ان ابويا ظابط ولا عشان ابوك ما كانش ظابط الاداء عندك في البيت. برضه يا جماعه، يعني برضه قلت في الفيديو اللي فات والفيديو ده، واقول في كل فيديو يا جدعان، بلاش نجيب سيره البيوت في بعض. يعني بلاش نجيب سيره البيوت بتاع بعض، يعني بلاش. ليه؟ بنشوتك من على الفيس مكتوب بعديها قصف جبهه. وهنا بيرد على البار ان زازو بيقول له ان هو كرنج، فهنا بيقول له ده انت باراتك بقى على الفيسبوك بقت مكتوب جنبيها قصف جبهه، يبقى هو الكرنج. بيقول ان بابا زازا بيضربه عشان سونس ضربه عشان قصه المعادي اللي انا بكرهها. انا بجد بكره حوار المعادي ده فشخ، بكرهه بجد يا جدعان عشان اعمل معادي. فحاسس ان ليه يا جدعان سمعتنا كده هتبقى بايظه؟ انا هموت واعرف. ماشي، ما علينا. كمان والله ربي اعلم اعرف عنك ايه هتشوف قدام. ماشي، انا معاك في دي بجد، احترم ده فيك فشخ. فعلا طلعوا البيوت بره القصه دي كلها. اتخانقوا مع بعض على النت عادي، اتخانقوا مع بعض، بس ما تجيبوش سير البيوت يعني بعد اذنكم. اصل انت عندك اخت فالمره دي انا همسك اللسان وامي ماشي، احترم ده برضو. هو قال ان هو عنده اخت ومش هيجيب سيرتها بصراحه، يعني حاجه يحترم عليها فشخ. فيا ريت يا جدعان بجد تطلعوا بره، يعني تطلعوا الاهالي بره الموضوع. متمزج منك وعايز تفضل الطشتك شكله مزوخي وهيتعبنا يخرب بيتكم عري. يا جدعان لا، البيت حلو فشخ بجد، وعجبني الفلو ده. لا مختلف. الصحفيين ما كانوش عارفين اسمك في مهرجان الجونه. ايه بجد؟ ازاي؟ انا ما سمعتش على الحوار ده الصراحه. هل ده حقيقي؟ انا مش عارف. ممكن حد يكتب لي تحت في الكومنتس. انا ما سمعتش على الحوار ده. ده مهرجان الجونه ده الحفله اللي هي نزل في نفس وقتها الدس. اول مره يغني في الجونه بوظت له الامسيه. يبقى هو قصده فعلا بوظت له الامسيه، عشان هو كان منزل 8 غرب وهو كان بيغني في الجونه، فهو ضايقه بالدس اللي نزله. فهمت؟ فجمع يا اسطى فليكس فازه في اوضه وهيدسوني افشل ناس بتكتب راب ساعدهم يا بسيوني. طب يعني دلوقتي انت بتتخانق مع زازا وفليك، ايه علاقه بسيوني؟ يعني حرام عليكم يا جدعان، مالكم بالراجل
راجل في حاله والله العظيم. انا بحب بسيوني عامه يا جدعان، طيب اقسم بالله وغلبان فشخ يعني، كتكوت فشخ كده محترم. غبية المرة الجاية هيحط في اغنيته آية قرآنية، ما انتوا سكتوا. هنا بقى بيجي عشان موضوع الحديث اللي اتذكر في تراك، بس هو شاله بعد كده، فهو بيقول انتوا مش سكتوا المره اللي فاتت لما حد حديث، المره دي هيحط آية قرآنية. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني هو اكيد كان غلط من الاول ان هو يحط حاجه زي كده، بس هو عدلها وشالها، فما اظنش هو يعمل حاجه زي كده. بس هي بصراحه بانش حلو الصراحه. جد انا بديك معلومة عشان لو فان غلبان وما بتركز، فوزة دافع للتيك توكرز علشان يتجاهلوا الدس بدل ما تدفع. يعني ايه يعني ما حدش دفع لي حاجه؟ طيب يعني ايه دفع لي؟ مين اللي دفع له يا جدعان؟ بالله عليكم يا جدعان، لو حد يعرف تيك توكرز دفع لهم يكتبوا لي تحت في الكومنتس عشان اعرف انا اتهمشت في الموضوع ده ولا ايه. مش حد فيكم هيكيشني يا جدعان؟ عايز اجيب بيجو 508 الفئه الثالثه. طب ايه الدنيا؟ وتكون سبب في رزق يا نت، مش دس يا اسطى، ده فس يا اسطى، ده انا لسه دوس وبالجامد. ايه ده ايه السويتش الغريب فشخ ده؟ هو في ايه؟ احنا في الدقيقه الثانيه، هي لسه 6 دقايق من الدس، احنا لسه في الاول بجد. ودي سهله اعمل زيك ابوك وامك عيلتك بالكامل. حلو الفلو ده فشخ الصراحه، يعني حاسس سريع وفي كلام كتير كده بيترص، اللي هو انت قاعد مركز مع الكلام كله وهو بينزل. امك، طب خالتك، طب عمة خالة عمك. انا طب مش احنا قلنا نخرج الاهالي بره الموضوع ولا ايه بقى؟ يعني بالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم لو بتتفرجوا خرجوا الاهالي بره الموضوع. انا مش عارف ليه بدا يجي لي تلعثم عشان عايز انام. نزلت السن زي وشه وغبي مخك مدهون سمنه، وده بيسمع حد عبيط وماهوش دسين زي وش، قصده ان هو بوشين. ايه ده؟ انا بجد انا بعرف احلل بجد. كنت فاكر ان اصل في واحد كتب لي انت روح اشتغل في المستشفى، بيقولها لي كده بجد. اصلا بيقول لي انت روح يا حبيبي شوف اللي انت بتعمله في المستشفى يا حبيبي، انت مكانك مش هنا، لو عايز تحلل دي مش شغلانتك يا حبيبي. عايز ارد عليك واقول لك انا بدات اهو اتعلم يا حبيبي. ممكن نكمل؟ يا زياد اهلي مضايقينك علشان اهلك طلعوا غياب يا زياد، انت مش عمرو ولا حمائي ولا العود ياب يا زياد. انا مش فاهم، هو هنا كيكه بيرد البرا مش يا محمد مش عارف ايه يا محمد مش عارف ايه الازازه يا محمد، بس انا مش فاهم عشان عيلتك طلعت ايه. ممكن نعيدها تاني دي؟ زياد يا زياد إيه؟ اهلي مضايقينك علشان اهلك طلعوا غياب يا زياد. عشان بيقول له اهلي مضايقينك عشان اهلي طلعوا حاجه، اهلك طلعوا حاجه. اخوات يعني ايه طلعوا اخوات؟ وانا غبي ولا ايه؟ اكيد مش قصده على، مش احنا خرجنا الاهل بره يا جدعان بالله عليكم بقى. انك قبل الشهرة كنت بتسلم فولك جهتك لاجل فلوس، ما هو ده الارشاد يا زياد. لا ده في حاجات انا ما اعرفهاش. ده دي حاجه قديمه دي ولا ايه؟ احنا شكل فايتنا كتير يا جدعان. يعني بيقول ان زازا كان بيرشد على اهل حتته قصاد فلوس اكتر ما يعني ان هو اللي بيقول اللي هم الناس هم اللي بيرشدوا، وهو اللي كان بيرشد على الناس. الكلام ده سنه كام ده؟ انا ما اعرفش حاجه والله. انا على الله يا جدعان، انا على الله. انا ايه اللي جايبني هنا بجد؟ يلا نكمل. اخوك ممحوق بتمسك لهم كلمه فيها بيقول انكم تدفعوا للجان على طول لو انا بدب في تسجيل. طب انتوا مالكم بقى يا جدعان؟ اخويا ماله بقى؟ ماله ايه الكلام؟ انا حاسس ان انا محطوط في حته في النص يا جدعان، والله العظيم مش عارف بجد. يعني بيدفعوا لي لجان مين؟ طب انا ما حدش دفع لي حاجه، بالله عليكم حد يدفع لي سواء انتوا او هنا او هنا. مش هقبل اكتر من مثلا من 2000 جنيه. اكتر من 2000 جنيه مش واخد الغباء ده. ما علينا. ابويا ربنا ياخدش جنيه من بنات، وانت كنت عايش مع واحده في بيتها بتصرف عليك بالالف. ايه ده بقى؟ زازا كان عايش مع حد بيصرف عليه بجد؟ يا جدعان انا بجد انا حاسس ان انا بسمع حاجات غريبه عن الاتنين، وانا يا جدعان الاتنين بالنسبه لي اتنين بحبهم فشخ، فبسمع كلام من هنا بيهاجم هنا وهنا بيهاجم هنا، فحاسس ان انا متضايق قوي. يعني انا متضايق بجد، متضايق من الاتنين وعلى الاتنين. فاهمين الفكره؟ لو حد فيكم فاهم قصدي، انت محطوط في حته في النص كده، صعب ان انت تروح هنا او تروح هنا وانت بتحب الاتنين، وفي نفس الوقت لازم تبقى محايد ما بينهم، وزعلان ان هم بيخسروا بعض او بيعملوا كده على النت. فانت اللي هو عامل ايه في نفسي؟ طيب يا جدعان عامل ايه بجد؟ بما انها كانت بتصرف عليك فكلمتها اللي بتمشي بتكون متسارب كده. لا ايه يا جدعان ده بقى؟ نكمل. بتقول شتايم في الدس بس زي دورك ياض في الفيلم. بمناسبة الموضوع ده يا جدعان، حد فيكم اتفرج على الفيلم بتاع زازا بجد؟ انا الفيلم ده انا عايز اعرف هو ازاي الشتايم دي ما اتعملش عليها بلور او حاجه او اي حاجه، يعني تشيل الشتايم دي ازاي اتسابت كده بجد؟ هو مفيش رقابه؟ انا كنت عايز اسال السؤال ده بجد. بس كانت شخصيته في المسلسل في الفيلم قصدي عنيفه فشخ الصراحه. طب كنت تقل البن امك وعيالها ازاي ما دي دخلت فيرس مصطفى الجن. وبيقول له تقل البن في الدسات، يعني تقل ايدك عشان اللي انت بتكتبها دي مش بانشات. يعني حلو الصراحه، حلو تقل البن ده. ايه القرف ده بقت بجد حاجه تقرف. حلو بقى. ايه القرف ده بجد بقت حاجه تقرف؟ ايه القرف ده عشان تراك او عشان تراك زياد زازا؟ ايه القرف ده؟
بقت حاجه تقرف. حلوه الصراحه. انا مش بتاع عيال انت بس بتشف كندريك. انا مش بتاع عيال انت بتشوف كندريك. هنا بقى بيرد على البار اللي هو بيقول له انت بتاع عيال وبتاع بنات قاصر، فهنا بيقول له انت بتشف كندريك عشان نزل الدسين اللي كان في البيف الاخير، نزل دسين ورا بعض صح ولا استنوا نكمل؟ اكيد هيقول حاجه زي كده. شمال دوست ريكورد على اللاب في اشعال لما دخلت بيف معاك انت. حلو الفلو ده فشخ عامه. لوجيك ما انتوا ده ديل ده دول السقطه اللي حفيت ورا بابلو عشان تاخد اللقطه. انتوا دخلتوا بقى ناس كتير في الموضوع، انتوا دخلتوا ناس كتير بجد. ده الدول السقطه هنا قصده على ويجز، وان هو خد اللقطه في الستريم اللي كان بينزل فيه مروان بابلو يطلعه ويقول مش ذوقي، لا والله بابلو شاطر. بس حلو البار ده فشخ الصراحه يعني. لا في شغل بتوب فيه الصراحه. لا حلو يعني. وانت فاكر كل الناس بتقبض نفس فلوسك؟ هو انت فاكر يا اسطى ميمو هيبقى حرامي زيك؟ لا بس بصراحه اتكلم في حاجه في موضوع الفلوس ده. بصراحه زازا يعني اللي اسمع عن سعره او الريت بتاعه عامه، الريت بتاعه عالي فشخ يعني. ده اللي انا بسمعه بما اني في المجال ده وعارف شباب اللي بيعملوا حفلات وبتاع، هو الريت بتاعه عالي. فده تعليق على البار ده بصراحه. بس ايه موضوع حرامي ده؟ هو انت فاكر كل الناس ما بتحسبش بروديوسرز؟ لا ثانيه، مين بروديوسرز اللي هو ما حسبهمش؟ هو زازا اشتغل مع مين غير 15 وعمر كيف، في محرم مهيب كده، اجيب اسامي كل البروديوسرز. بس طول ما هم اظن محافظين على علاقتهم بيه هو اظن بيحاسبهم، ولا مش عارف. تعالوا نكمل. وضرب ابي وكان السي اي او، لو التلاتة بيكتبوا كان زمانها كي او يا زيد. حلوه هنا بيرد على البار. دي بقى الراب جيمك ده، بيرد على البار ان هو بيقول ان هم التلاتة بيكتبوا مع بعض على زازا في 3-1، مش تعادل، مش عدل يعني. فهنا بيقول له لو احنا التلاتة كنا بنكتب كان الكي او الايه الماتش خلصان من الاول. وانا بيتكلم على البيت رود انها بيف رود، وان ابيو كان السي اي او، فاللي هو اللي كان السي او هو اللي خرج يعني بارادته يعني وسابها لهم، مش العكس ان زازا فضل وبتاع. حلوه حاسس ان الردود حلوه بصراحه يعني. عاجبني ان البارات هنا بيترد عليها هنا والبارات هنا بيترد عليها هنا. حلوه دي الراب جيم. بس انا برضو انا في حته صعبه فشخ يا جدعان، انا متضايق. تسرق بروديوسرز في فلوسهم مش رايقه، فطبيعي ان الوالد ظابط اكتر حاجه تضايقك. هو هنا بيقول ان زازا بيسرق الناس في فلوسهم، فطبيعي ان ايه عشان باباه ظابط فهو دي حاجه تضايقه بقى عشان هيقبض عليه وكده. وهنا بيقول ان هو بيسرق كارتي في المزيكا، بيسرق كندريك عشان يعني ممكن المزيكا بتاعت زياد زازا شبه كارتي شويه، بس حاسسها بعيده بصراحه يعني. مش عارف وما اعرفش موضوع البروديوسرز دي بجد. انا هموت واعرف مين البروديوسر اللي حصل معاه كده، لان اظن علاقتهم بيه حلوه فشخ. انت اللي بتاع لجان قلت تسبق، طب ما تقول لي يا اسطى بتدفع كام؟ هنا بيتكلم بقى ان هو بيقول ان هو بتاع لجان، ان هو لجان الكترونيه، ان الناس بتخش تقول زازا جامد وبتاع. بس انا يا جدعان حاسس ان هو لا، الموضوع مش كده خالص. انا حاسس ان فانز دول غير دول، ودول بقوا لويال فشخ هنا ودول لويال فشخ هنا. وحاسس ان فانز ابو الانوار ما كانوش موجودين ساعه لما كان بينزل تراكات عاديه، بس اول ما رجع ينزل دسات الفانز دي صحيت تاني. تحس ان عمل ريفرش، الناس رجعت اللي هو ايه ده يلا بينا، ايوه اخيرا ابو الانوار رجع على الحاجه اللي احنا كنا بنحبها اللي هي الدسات. فحاسس ان هي المنافسه حلوه بصراحه. طالما انت دافع قول لي ليه انت عامل حمله؟ ازاي بتاع الشارع يغلط في منطقه كامله؟ يا جدعان هو مين دفع وما دفعليش بجد؟ انت ولا هو ولا مين؟ عمال بحب الحاجات دي فشخ. انا مش عارف يا جدعان بجد والله. خلونا نكمل. حلوه دي. وصفر على المعصره 8 غرب خليتك تكتب 5 لا ايه يا جدعان ده؟ انا بصراحه هقول لكم بكل صراحه الدس ده احسن من 8 غرب بكتير فشخ يعني. انا ما كانش عاجبني 8 غرب لان انا قلت ان ابو الانوار بيكتب دسات احسن من كده. الدس ده الصراحه فيه تغيير كبير فشخ. الدس 8 دقايق انا سمعت منه تقريبا 5 دقايق لحد دلوقتي. انا مش حاسس ان هم 5 دقايق، فاهمين الفكره؟ حاسس ان في لعب كتير، في تغيير في اللوهات، فانا ما زهقتش من التراك. بس روش يلا نكمل. فاكر انه جاب الحل، نزل بوست بتاع مقاطعه الناس قالت له خد هنا الفوز. هنا بيتكلم بقى على البوست بتاع دوريتوس اللي زازا نزله بعدها مسحه. انا ما اعرفش بصراحه، انا حاسس ان البوست ده كان فعلا غلط فشخ ان هو ينزل حاجه زي كده، عشان هو قال ان هو مثلا دوريتوس مقاطعه وان ابو الانوار بيعمل حاجه زي كده. بس لو خدنا بالنا كلنا بجد في حاجات كتير فشخ في حياتنا احنا بنعملها ليها علاقه بالمقاطعه واحنا مش واخدين بالنا، ففاهمين الفكره. فانا حاسس ان فعلا البوست كان غلط فشخ ينزل. الناس قالت له بطل راب ازرع نجيله، تسك حياته وشتايم ازاي تدعي الفضيله. هو بيتكلم بقى على كومنتات الفانز هم كانوا بيهاجموه، كانوا بيتريقوا على حوار البوست ده. هو بصراحه انا كنت شايف البوست ده غلط من الاول عامه يعني. حاج عليا يا زيزي، ما انت عارفه مهما قلتي عني داتا فيك محدش صدقك. ايه الداتا الفيك ده؟ حوار الازازه
والبنت اللي هي البنت الصغيره شويه، انا بيقول له ان هو مش بتاع عيال، فهو اكيد قصده على البنت القاصره. انا بجد بجد انا ما اعرفش الحوار ده، انا عايز اعرف، يعني انا عايز اعرف. انا هسال عامه براحتكم بقى، انا لو سالت وعرفت هفضح الدنيا، او لا حرام صح. اتكلم في المقاطعة ليه وانت بتقبض من شل؟ شل دي بتاعت شل دي بتاعت الزيوت بتاعت البنزينة، ولا دي شركة انا ما اعرفهاش ولا ايه؟ عايز افول. عايز انام يا جدعان. سامحوني يا جدعان على تقل دمي النهارده، انا بجد مطبق من ساعة حفلة شهاب ولسه ما نمتش لحد دلوقتي، بما ان في الدس نزل قلت اصوره بقى، يعني سامحوني. جديد بس بتتركب وانت فاهم وانا فهمت. دي وحشة قوي دي وحشة قوي دي. المونوريل ده اللي هو اللي بيتعمل جديد ده في التجمع، بيقول له انت جديد، يعني جديد في السين بس بتتركب مش عادي جاله حفلة هناك حصل جوه نفسه عارف انه مش راجع سليم. ايه ده؟ ايه حوار الحفله؟ دي الحفله اللي هي كانت معموله في مكان كده مدور. يا جدعان بجد الحفله دي انا عايز اسال سؤال، انا من المعلومات محدش قال لي ليه ان في حفله، يعني مش عايز اتهازم، مش عايز انفيتيشنز، بس انا ما كنتش عارف ان في حفله اصلا. فكان الحل حد من المعادي يروح معاه. ما كلمتنيش ليه يا زازا؟ بجد شكرا. اتكلم على لوكا قال له الحقني عندي حفله، خايف الصوت يقفش فيا يا اسطى الناس دي كفره. ايه ده بجد الكلام ده حصل؟ يا عم كنت كلمني اديني الو بس، ما تقلقش احنا مسيطرين برضه. كمل، زعلان. قطع مع علي لوكا بعد ما خد منه مصلحته. ايه بقى الكلام ده؟ قطعت مع علي لوكا عشان كده انت كنت هتكلمني تقطع معايا؟ يا جدعان بقى، يا جدعان بجد، هل ده حصل بجد؟ يا نهار ابيض. نزل تيك توكايه كابشن فيها اي ام ليسبيان. ايه حوار الحكايه دي؟ انا ما شفتهاش. هو في ايه يا جدعان؟ انا فايتني كتير قوي يا جدعان، انا سافرت اسكندريه يومين، فاتني حاجات كتير فشخ. السربنتينه دي اللي قصده على تراك يلا يا بابا بتاعه وكينجو، ده الرد اللي هو بيقول له كده مش تمام يعني. ما قلتش كلمه فيك عليك ما تمثلش الضحيه، ما تقلتش. انا بيتكلم بقى على الداتا، ان هو بيفيك داتا. فاكرين البار اللي زوزا كان بيقول ان هو بيفيك فيه داتا؟ هنا هو بيرد عليه بيقول له ان انا ما بفيكش داتا. فانا مش عارف اصدق مين دلوقتي، انا برضو انا مش عارف. الكلام هنا مقنع وهنا مقنع، انا بحس ان انا بروح هناك اصدق وباجي هنا اصدق. ازاي مثلت في يانجو صاحبتك فلسطينيه؟ اوف، هو قصده هنا يانجو عشان مقاطعه والقضيه، فانت ازاي مثلت في يانجو وخدت فلوس من يانجو في نفس الوقت صاحبتك فلسطينيه؟ قويه دي. هو ازاي عرف اصلا؟ ازاي عرف الحوار؟ اي حد بيدافع عن فوز عبيط وعامل مولد. هو انت شفت مولد؟ لا انا تمام. طيب يلا نكمل يا جماعه. انا بدافع عن الاثنين بجد، انا حاسس ان انا واقف مع زازا لما ابو الانوار يدس، واقف مع ابو الانوار لما زازا يدس. والله العظيم حاسس ان انا مش عارف انا بعمل ايه بجد. يعني دايما في كارتي، دايما مثلا يرجع في دخلت لمرجع. بيف فبتحاول تشوف اخر بيف حصل في السين، فكان هو بيقول دايما ان زازا بياخد ريفرنس من بيفات، أو لو داخل بيف، او بياخد ريفرنس من تراكات. بس لا والله بجد انا حاسس مزيكته هنا اوريجينال، يعني مش بيقلد حد. يا جدعان بلاش موضوع الكتاكيت ده يا جدعان بالله عليكم، عشان انا مش انا بيضحكني عشان لو انا مش فاهم يعني. لا بس الدس ده الصراحه لا دس حلو الصراحه، وحاسس ان فيه ردود كتير، وما حسيتش بوقته ان هو كبير بصراحه. المزيكا بتاعته عجباني، وحاسس ان في شغل برضه. دلوقتي انا محتار، يعني انا دلوقتي بسمع هنا وببسط واصدق، وبسمع هنا وببسط واصدق. هل هي دي فكره الراب جيم، ان انا مستمتع بالاتنين، بس انا في نفس الوقت متضايق ان في سيره اهالي بتتجاب؟ غير كده بصراحه انا تمام. بس لا الدس ده حلو الصراحه. حاسس ان كده احنا ممكن نقول 2-1. يعني كنت شايف الصراحه الدس التاني بتاع زازا كان قوي فشخ برضه، ده برضه رده قوي و8 دقايق، فلا يبقى كده انا شايف 2-1 لو الانوار. لسه زازا ما ردش عشان نقدر نحكم على البوينت الرابعه. ويعني بالله عليكم يا جدعان ما تجيبوا سيره اهل تاني. وبس كده يا جدعان، مش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي رايكم في البيف اللي شغال واشتعال السين. عامه انا مبسوط، انا حاسس ان السين صحي لحد ما، حاسس ان الارقام عليت بتاع كله، حتى الكرييتورز اللي يقوموا ياخدوا بالسين ارقامهم عليت عشان في بيف موجود دلوقتي. فيعني بس كده يا جدعان، مش تعملوا لايك وسبسكرايب زي ما قلت لكم. كان معاكم بكري. بالله عليكم تصالحوا، بالله عليكم تصالحوا، انا تعبت والله العظيم تعبت. اعمل اكتر من كده، جبتهم جنب، اعمل ايه اكتر من كده؟